ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في الدرس الرابع من دروس تعليم سكراتش. في الدرس اللي فات حطينا السبرايتس وعرفنا ازاي نختارها وعرفنا ازاي نعمل ابلود من الكمبيوتر بتاعنا، نحط اي صورة، وعرفنا ازاي ان احنا نتعامل طبعا مع السبرايتس دي والدايمنشن بتاع الشاشة او ابعاد الشاشة. من القائمة الصغيرة بتاعت اضافة السبرايتس في حاجة كده احنا عديناها اللي هي البينت. يلا بينا بقى نشوفها مع بعض. ايه البينت دي يا عم؟ ان انا ممكن ارسم الشكل اللي انا عايزه بدماغي. عايز ارسم اكاريت سبرايت جديد، عادي براحتك. لو جيت دوست هنا على بينت هيفتح لي زي برنامج بينت صغير بالظبط، هو شبه برنامج البينت. طب تعالى نتعرف على التولز كده مع بعض. اول حاجه دي بوينتر بتاع السلكت اللي هو الماوس العادي، بسلكت اي حاجه هنا. عندي هنا ده البرش، من هنا كده بختار الفيل بتاعها. خلينا الاول نجرب نرسم اي حاجه مثلا، وليكن مثلا عملنا كده اي حاجه. طيب لو انا غلطت بقى في الرسمه اللي انا بعملها دي، اعمل ايه؟ باك او اندو، فبرجع خطوه لورا بالشكل ده. هرجع ارسم حاجه ثانيه مثلا، وليكن عايز ارسم كلاود مثلا سحاب. هنا هروح بقى اختار اللون بتاعي، لون السحاب اهو مثلا بالشكل ده، على افتراض ان مفيش يعني شكل جاهز. اوكي. وهنا البرش، هنا اختار سمك البرش نفسها، هكبرها شويه. وبعدين هعمل كده مثلا، انا بعمل كده اي حاجه سحاب. وعايز كمان ارسم شمس، اعمل شمس هنا، الشمس اللي هي بتاعت ابتدائي اللي كنا بنعملها دي. واقوم اصغر البرش شويه واقوم اعمل لها ايه اهو شكل الشمس بالشكل ده زي ما كنا بنعملها. طيب ايه تاني من الاوبشنز اللي انا ممكن اعملها؟ عندي هنا الاريسر. الاريسر هنا ممكن امسح مثلا، لا ما عجبنيش مثلا الحته الصغيره دي فانا همسحها بالشكل ده. وهاجي امسح مثلا الحته دي كمان، وهمسح مثلا الحافه دي مش عجباني كده، همسحها بالشكل ده. وهمسح دي بالشكل ده. هي اوريدي الحته دي بره الفيو بتاعي، خلاص انا كده رسمت رسمه وحطيتها عندي على طول اوتوماتيك. طبعا هنا ممكن اصغر كمان الحجم بتاع الاريسر نفسها برضو. من هنا صغرتها شويه مثلا عشان اعمل كده، واعمل مثلا هنا عين ودي عين تانية. براحتك بقى يعني، ايه، ابدع براحتك، ارسم براحتك اهو. هي الشمس طالعه قافشه شويه بس مش مشكله. طيب ايه تاني كمان من الاوبشنز؟ انا ممكن كمان اضيف تكست، نص، والنص ده اقدر ان انا اغير اللون بتاعه، خليه مثلا ازرق. او ممكن استخدم الايه بقى، الاي دروبر ده، ادوس عليها كده واروح على اي لون عاجبني، اي لون كده اختاره. بص هو جاب لي درجه اللون على طول. لا انا مش عايز درجه اللون دي، انا عايز ازرق. اوكي اهو ازرق اهو كده بالشكل ده. او خلينا مثلا ايه، لون احمر. ماشي، درجه اللون هي اللي انا هكتب بيها. وهنا اختار كمان الفونت. بص الفونت انا بحب بصراحه بتاع الماركر ده. وهبدا ان انا ادوس في اي مكان وهكتب اهو، هكتب هيثم سلام. جميل. وهم واخد ايه، اداه السلكشن تول. من هنا كده، هنا اقدر احركه، ممكن اكبره مثلا بالشكل ده، انزله لتحت عشان يبقى ايه في الفيو مظبوط. بالنسبه للكتابه، او يعني الكتابه اللي انا كتبتها دي ليها اوبشن اضافي اللي هي ايه بقى، اللي هي الاوتلاين، الحدود بتاعه الكلام نفسه اللي انا كتبته، الحروف. فلو جيت دوست على اوتلاين بالشكل ده، هو هنا علامة الخط ده اللي هو بدون لون. لا انا عايز الحدود بتاعتي تكون مثلا لونها اسود اهو. خليها اسود بالشكل ده. من هنا من البرايتنس عادي خليها اسود. بص بقى شكلها ايه، اظرف شوية. ممكن كمان ازود الستروك بتاع الحدود عشان يبقى شكله اوضح شوية اهو، مثلا زودته بالشكل ده. ايه تاني من التولز موجودة؟ اللاين عادي، ارسم لاين. طبعا اللاين ده ما فيهوش فيل، فيه اوتلاين بس. اوكي. فالاوتلاين ده انا هعمله باللون مثلا الايه الاخضر. خليني اغير الالوان شويه عشان برضو ايه نتعرف عليها. عملت لاين بالشكل ده. في اللاين ده برضو اقدر ان انا اغير الايه الستروك، او اغير السايز بتاع اللاين. بص زودته شويه السايز، اتخن شويه. ايه تاني من الاوبشنز؟ ممكن اختار اعمل سيركل، دايره. رسمت دايره. بص بقى هنا هيبان عندي ايه الحاجتين، الستروك والفيل. هنا الستروك بان والفيل بان بالشكل ده. لو جيت عملت كده سيلكت بس بالشكل ده، سيلكشن تول دي كده بس، هيديني بس ايه الاربع حواف. بص كده لو جيت عملت سيلكت لللاين ده هيديني بس الاربع حواف. ما اقدرش ان انا غير ان انا بس اكبر واصغر واغير مكانه. لكن لو جيت عملت سيلكت باللي هو الري شيب، ايه اللي هيحصل؟ انا ممكن اعمل له تاني ري شيب بص بالشكل ده. بص زودت كده، كمان خدت حته عملت لها كيرف، كرفتها. وبعد ما كررتها ممكن يطلع لي اوبشن كده اسمه ايه، بوينتد. بص بوينتد تعمل ايه، مثلث على طول. طب كيرفد تعمل ايه، تكرفه. ممكن كمان استخدم الحواف كده ان انا اكرف تاني زياده. بص ازاي اللي حصل. بص كرفت تاني، سحبته لبره، عملت حرف يو بالشكل ده.
كويس. طيب ظهر عندي اوبشن تاني جميل كده اسمه ايه بقى؟ اسمه الباكورد والفورورد، الفورورد والباكورد. طيب لو جيت هنا حطيت الدايره دي على الاسم بالشكل ده، لا انا مش عايزها على الاسم، انا عايزها تبقى ورا الاسم. هروح اقول له ايه؟ وديها لي باكورد، باكورد مره مرتين ثلاثه. بيعمل ايه؟ بيعمل ترتيب بحيث ان انا لو جيت مثلا حطيت كذا شكل فوق بعض كده، بص لو جيت قلت له فورورد فالدايره طلعت خطوه لقدام، لو قلت له باكورد الدايره رجعت خطوه لورا، بس هي ما زالت برضو فوق الاسم. كويس. باكورد ثانيه هي لا، في اشكال ثانيه هي لسه ايه فوقيهم. باكورد كمان وصلت كده بقت تحت الاسم. تمام. لكن في خطوه اسرع من كده، ان انا بقول له فرونت على طول بتبقى فوق في التوب، وباك على طول بتبقى تحت في الاخر او في القاع على طول. كويس. طيب ظهر عندي اوبشن برضو كمان ظريف، بس هيبان معايا بس في الارك اللي انا رسمته ده، اللي هو ايه؟ فليب هوريزونتالي وفليب فيرتيكالي. فليب هوريزونتالي واضح طبعا من الايكون بتاعته ان هو بيقلبه لك، بص كده، يمين شمال شمال يمين اهو. طب فليب فيرتيكالي فوق تحت تحت فوق. هعمل سيلكت كده للرسمه، طبعا الرسمه اللي انا برسمها بالهاند رايت بالشكل ده، فبتبقى متقسمه على حسب ايه كتله اللون. اوكي. ابص كده بالشكل ده، يعني مثلا ممكن اسحب واحده فيهم. طب لو عايز اطولها شويه، لا هروح بقى على الريشيب. بص الريشيب عمل لي ايه؟ كذا نقطه. لا يا عم خليها لي كيرفد، بص كذا نقطه كيرفد، اكررها بالشكل ده. خدت بالك؟ ممكن كمان ان انا انشئ نقط جديده غير النقط اللي انا عملتها في الاول اهو. بص كده نشأت نقطه جديده، زودت الكيرف بتاعها، كررتها من اليمين ومن الشمال، سحبتها لفوق. براحتك يا معلم، عيش. طيب عايز اقول برضو على اوبشن كمان كده، لو جينا عملنا سيلكت اوكي مثلا للشكل ده، اقدر ان انا اعمل له اوت لاين، صح ولا لا؟ عادي خالص. اوكي. مثلا هقول له الاوت لاين لونه، وخلي ايه الستروك بتاعها زايد شويه عشان يبقى باين معايا. خدت بالك انت من الشكل عامل ازاي؟ صح. لو جيت دوست كده على الشكل كده، هو من جوه في لون واحد اصفر، بس انا عندي اوبشن ان انا اعمل حاجه بقى ديكوريشن شويه كده، اعمل لها ايه؟ اعمل لها تدرج لوني. بص انا لو جيت عملت هنا ده سوليد يعتبر، او رقم واحد او لون واحد. هنا بص بعمل له تدرج لوني منين؟ من الشمال لليمين. بص اول ما هدوس كده عمل لي دمج لونين، قال لي بص انا دمجت لك الاصفر مع الاحمر. لا يا عم انا مش عايزك تدمجه لي مع الاحمر، انا عايزك تدمجه لي مثلا مع الازرق. بص ايه اللي حصل مع الازرق؟ هنا الساتوريشن بزود الساتوريشن بتاعه، اوكي، اللي هو التشبع اللوني يعني. وهنا البرايتنس اللي هو ايه؟ الاضاءه بتاعته، بغمقه كده وكده بفتحه. وهنا طبعا بختار اللون اللي انا عايزه من هنا. كويس. كده ممكن اعمل كمان سواب، اقول له لا ما تبدأليش مثلا بالاصفر من الشمال، اعكسه لي، خلي لي الازرق ناحيه الشمال بالشكل ده. تمام. طب لو حبيت ان انا افصل اللون او اعمل تدرج لوني من فوق لتحت، اهو من هنا الايكون دي ظريفه. طب اعمل تدرج لوني من المركز، بص من المركز يعني من النص، النص كده هتبان اكتر معايا فين؟ في السيركل. بص جيت عملت السيركل قلت له اعمل لي تدرج لوني من النص كده اهو. خلينا نقول له اعمل لي التدرج ده من الابيض، بص من الابيض للايه؟ للاحمر. الاحمر سوري، من الاحمر للابيض. الاحمر اهو في النص، والابيض فين؟ في الاطراف. خلينا نكبر الشكل شويه عشان يبان معانا اهو. على حسب بقى ما انا عايز اعمل ايه. بص انا انزل الساتوريشن شويه، عايز اغمق شويه، افتح شويه كده، ابص براحتك، اغير بقى اللون اللي انا عايزه زي ما انا عايز. جميل الكلام ده. عندي هنا بقى ايه اوبشن كمان كده اسمه كوبي وبيست. ده عادي طبعا، الكلام ده احنا عارفينه قبل كده. ايه المشكله؟ انا عايز الدايره دي اعمل لها ايه؟ كوبي. اوكي عملت لها كوبي. اروح في اي مكان كده مثلا، او اعمل اكتب مثلا بس الورك سبيس دي، واقول له ايه؟ بيست. بص نسخ لي واحده ثانيه. اوكي ممكن اعمل كوبي وبيست في كاستيوم تاني، او يعني في مكان تاني في رسمه تانيه يعني. فاهم؟ على فكره يا جماعه الرسومات اللي انا برسمها دي بتبقى تحت اسم كاستيوم، انا لسه برضو ما قلتهاش، بس ان شاء الله هقولها برضو كمان شويه. طيب ايه تاني كمان؟ نفس الدايره دي عادي انا ممكن اقوم رايح كده واعمل لها برضو ريشيب بالشكل ده. اوكي. بص غيرتها. النقطه دي ايه؟ النقطه دي كيرفد صح؟ باينه. ممكن بس اعمل لها سيلكت كده واقول له خليها لي بوينتد. ايه اللي حصل؟ بقت مثلثه.
طب لو كيرفد رجعت تاني تبقلظ معايا تعمل ايه؟ راوند. معلش انا بوظت الستيج خالص يعني. اخر حاجه هتكلم فيها بالنسبه للكاستيوم، او يعني بالنسبه للرسمه اللي انا رسمتها كده عشان تبقى سبرايت، المربع او المستطيل عادي نفس الحكايه بالظبط برضو، نفس القصه الاوتلاين، وبعمل له فيل، بدمج لونين ببعض عادي، او ممكن اخليه سوليد بس من غير لون واحد بس. طبعا اقدر العب في الساتوريشن، واقدر العب فين في البرايتنس، واختار اللون عادي زي ما انا عايز، او ممكن اخده بالاي دروبر بالشكل ده، او ممكن اقول له بدون لون شفاف بس مجرد ايه اطار. والاطار ده اقدر ان انا برضو نفس الكلام اعمل له مثلا دمج ما بين الوان بالشكل ده. بص باين معايا. نعلم على الحاجات اللي هي ملهاش لازمه دي كده ونمسحها، ده ملوش لازمه. ممكن عادي ادوس له ديليت من الكيبورد، او ممكن اعلمه وادوس ديليت من هنا عادي خالص اهو ديليت. اوكي، او ممكن اعلم كذا شكل او كذا اوبجكت موجود معانا واقول له ديليت اهو ديليت ديليت. خدت بالك انت بقى من هنا من الفريم ده نفسه؟ الفريم ده دلوقتي بقى ايه؟ بقى مدموج بلونين كويس، جواه شفاف ماشي اهو. خلينا بس نحط مثلا كده جواه شفاف، بس هو عباره عن لونين في الاوتلاين. الاوتلاين لو جينا كبرناه شويه عشان يبان معانا الموضوع اهو، ضخمناه شويه بالشكل ده، بقى ايه فريم بجد مش هزار. فاهم؟ وجينا قلنا له ادمج لي لونين مع بعض، الازرق مع الاصفر، الوان يعني مش حلو انها تتدمج مع بعض، او الاحمر. اوكي اهو حلو كده. بص دمجهم لي بالشكل ده مع بعض. طبعا برضه نفس الاوبشنز بتطبق عليها اللي كانت في الفيلم، بتطبق على الاوتلاين برضه. انا ممكن اعمل دمج ما بين لونين من الشمال لليمين، او ممكن من فوق لتحت عادي خالص كويس، او ممكن في نقطه السنتر. طبعا نفس الاوبشنز بتطبق عليها بتاعت الدمج اللي هو سوليد، او كمان من الشمال لليمين. تمام. ممكن ادمج اللونين دول ببعض من الشمال لليمين، او من فوق لتحت بالشكل ده، او من النص. من النص هي مش باينه قوي، بس هي برضو نفس الكونسبت يعني عايز اقول. اوكي، ده بتفيدنا بايه؟ لو مثلا في عندي شكل كده زي شبه الشمس ده، المفروض انها ما تبقاش كلها ايه تون واحد، المفروض انها تبقى متدرجه شويه. عادي ان انا اقدر ان انا ادرجها بالشكل ده، بس طبعا هدرجها مع الاصفر مع الابيض المفروض، او مع الاصفر الفاتح اللي كده مع الابيض، يعني مثلا بالشكل ده. وده كده بقى سبرايت موجود معانا في المشهد بتاعنا او في الستيج بتاعنا عادي خالص. يعني نمسح بس ايه الاطار ده، وخلي ده بقى كده عندنا خلاص سبرايت جاهز. اللي احنا رسمناه ده ما يبقاش سبرايت قوي يعني انا تقريبا رسمت حاجه شبه الباك جراوند، بس انا عشان اعرفك الكونسبت بتاع الرسم. انا لما برسم ازاي على برنامج سكراتش، المفروض ان انا لما اجي ارسم برضه عشان اكون واقعي اكتر، يعني لو جيت عملت مثلا سبرايت جديد هرسمه، فانا لو عايز ارسم سبرايت بجد بقى، فانا هرسم مثلا شخصيه مثلا كده. ده كده بجد هو سبرايت، لان ده المفروض ان هو كائن هيتحرك معايا وهيتطبق عليه الخصائص اللي هي بتاعت اصغر واكبره واحركه وامشيه. او ممكن اصغره مثلا يبقى ايه 50 بالشكل ده، وهيبقى كأنه كائن موجود معايا في قلب الاير في قلب الرسمه. هو ده الكاركتر اللي انا اقدر اقول عليه سبرايت. ليه بقى؟ لان ده هينطبق عليه قوانين الحركه والاكواد والحاجات دي كلها. لكن الشكل اللي احنا رسمناه ده احنا عشان نتعلم بس اكتر ازاي نرسم. انا قصدت ان انا لما اجي افتح في الرسم، لان احنا كنا بنتكلم في اضافه السبرايت ووصلنا للرسم. فالرسم اللي هو بتاع البينت ده اوكي بينطبق على الحاجتين، نفس التولز نفس كل حاجه بتنطبق على الشخصيات او السبرايتس، وبتنطبق على حاجه اسمها باك جراوند ان شاء الله هناخدها في الدرس الجاي ان شاء الله. نفس الكلام لو جيت عايز ارسم باك جراوند اهو، هعمل برضو السحاب وهعمل الشمس وهعمل مش عارف ايه كل الكلام ده، بس ده اللي هيكون ايه هيكون باك جراوند، مش هيغطي على كائن، مش هيغطي على حاجه. عشان قبل ما اقفل الدرس اكون عرفتك ما بين ان انت بتنشئ او بتكريت سبرايت بالرسم، او بتكريت باك جراوند او خلفيه للتصميم بتاعك. عموما مش هنستعجل، الدرس الجاي ان شاء الله هتكلم على الباك جراوند بالتفصيل، اللي هي اصلا اسمها باك دروبس اوكي، او الباك دروب، ازاي برضو بنختارها وازاي بنحطها وايه خصائصها، وبرضو هنوصل في الاخر ان احنا هنرسم بنفس برنامج الرسم ده. يا رب يكون درس النهارده كان ممتع بالنسبه لكم وشيق وجميل، وتكونوا استفدتوا بيه. وان شاء الله استنوني في الدرس الجاي على طول كده على السريع. الدرس الخامس هيكون فيه كلام برضو ممتع وجميل اكتر وشيق اكتر. احنا بناخد كل حاجه بالتفصيل في نفس الوقت واحده واحده. طالما وصلت لحد هنا فلازم اشكركم على المتابعه والصمود في الدرس. كان معاكم هيثم سلامه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.